صباح الورد يا صباح الجمال. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعض وجبه اقتصاديه كده من كوبايتين رز وقطعتين بانيه شويه بسله وبصلايه عندك. هنعمل وجبه تكفي 5 افراد. اول مره تشوفي قناتي اسمها مطبخ اسماء علي. ما تنسانيش بقى لو الفيديو عجبك تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك عشان الصفحه تنجح وتكبر. اول حاجه معانا كده حوالي، حطينا معلقه سمنه ومعلقه زيت وضفنا كده بصلايه قطعناها مكعبات. قلبناها كده في معلقه السمنه معلقه الزيت. وكمان معانا بقى كده ايه حوالي يعني طبق صغير كده من البسله. نبدأ كده ضفنا البسلة بنحمرها كده شوية لما بنلاقيها ان هي دبلت معانا شوية عشان ما تاخدش بقى يعني متبقاش نية كده في الرز بتاعنا. فبنقلبها كده تقليبة لما بتصفر معانا بنبدأ بقى نضيف قطعة البانيه وبنضيف عليها ملح وبنضيف عليها فلفل وبنضيف بهارات وبنضيف كركم. كل التوابل كده بنضيفها عشان بقى الرز يبقى معانا لون كده جميل. وبنحط بقى مكعبات البانيه كده زي ما قلت لكم. بنبدأ نقلبها كده تقلبتين. نقلب البانيه بقى تقلبتين كده مع البصلايه بقى والبسله كده. سيبنا البسله كده دبلت شويه زي ما قلت لكم. بعد كده ضفنا عليها القطع البانيه قلبناها كده برده معاها. ما بنسيبهاش يعني لما البانيه بيتهري، لا بيبقى يعني اتقلب كده بس تقليبه معانا. وبنبدا نضيف الرز. احنا ضفنا كده 3 كوبايات من الرز حسب بقى ما انت عاوزه تضيفي الرز. انا ضفت الرز. ضفنا حوالي 3 كوبايات رز. هنحط عليهم ايه؟ هنضيف عليهم 4.5 كوبايات من الميه. يعني كل كوبايه رز بتاخد 1.5 كوباية من الميه. انا قلبتها كده خلاص. زي ما قلبنا كده البسله وقلبنا عليها البانيه كده خلاص. شوحناهم مع بعض وضفنا عليهم الرز وخلاص. طلع معانا بالمنظر دوت. وجبه اقتصاديه تكفي 5 افراد. اعمليها على الطريقه دي ان شاء الله هتعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى في لايك، في الاشتراك.